قالوا شنو حتبكيني هالعجوز؟ قالت والله انا من اطيب خوياتي. قال ما تدري ان الحريم طازعات عقول؟ قال لا. قالت انا من اطيب خوياتي. قال لا علمين بالحقيقه. قالت والله يا غناتي الحقيقه شوف اثرها على السياره، وعدوني اتنكت ابي اجدعه معهم ينطونه ولدي. يوم جيت امرهم ماشيين وضاقت علي وبكيت. قال يا عمتي الله يرحم والديك هذول اخويا اللي انا وياهم نبي نتغدى بهالسيف ومواعدهم، حطي وانا اعطيهم اياه ينطونه ولدك. لا هم اخويا له ولا يعرفهم ولا يعرفونه. قال انا اوصله. هو يقول انا احس بولده مدرس 100 كيلو 70 كيلو عن حايل شمال ولا جبله ولا جنوب ولا غرب ولا شرق، ابى اروح اقدع على ولده يحسبوا منها مدرسين ما يعرفوا. قالت انا يا ولدي لما استلمت من الرجعه به حنا بجبه وتمر عندنا كثير وهي تقدع اتنكه بصندوق الونيت. قال تعال يا ولدي وين هو؟ قالت ولدي بالكويت. قالوا شو اسمه؟ قالت اسمه شيحان. المر هذه ام شيحان اللي احنا نسمع به. ما بغى يعرف على نفسه، عارف انه هي ام شيحان لكن ما بغى يقول انا سعود الصعيدي. قال بدات انقلين هم هذول اخويا الحين الحقهم نتغدى انا وياهم نطيهم وياهم ينطونه ولدتي ان شاء الله. حول من النفوذ وقبلوه. لكن الحين ما في محطات بنزين مثل الحين كل 10 كيلو محطة بنزين وكل لفة محطة بنزين. يعني تعبي بموترك من حايل تعبي ببريدة، تعبي من حايل تعبي بلينة، تعبي من حايل تعبي بالحفر، تعبي من حايل تعبي بتيمة، تعبي من حايل تعبي بالمدينة. ما في محطات مثل المحطات هذه. قام وحط برميلين قدام السيارة وربطهم لين خشبة وحزمهم بلين حبل وعباهم بنزين واستاصف عن طريق الكويت. هو يقول انا ما تعديت تروبا 200 كيلو شمال حايل. قال انا ابي الكويت وانا ما عقبت تروبا شمال. قالوا لي من جيت تروبا تيامن مع الطراق مع العرتابه وتدخل على الطراق وتخلي الكفر الايمن بالجلد والايسر بالنفوذ لما تجي جبه، واللي جيت جبه تقطع عريز الحلاوه على ساموده وعلى المريوه وعلى تريم وعلى الحفر وعلى المسنايه وعلى الرقعي وعلى الكويت. ما تنقطع عنك الناس من ناشد لما تصل. وهو يمشي من حايل حرام ما معه الا نكت فلجه. ويوم انه جاء تربه وتيامن على مع العرتابه ويحول من العرتابه على الطراق لما جاء جبيه وش هالديره قالوا جبيه ما يقرا ولا يكتب. ويعبي زياده بنزين من جبه ويمشي على ساموده وش هالديره قالوا هذه ساموده، ويمشي من ساموده على المريوي وعلى السريم وعلى الحفر وعلى المسناي حسب ما رسموا له بالوصف. يوم اقبل على المركز لما لا رخصه ولا استماره ولا جواز سفر ولا تابعي ويتيامن ويدخل مع طريز البدو من عند النعيريه. وقبلوه من ناشد لناشد وين قصر المسيله؟ قالوا قدام. وين قصر المسيله؟ قدام. وين قصر المسيله؟ قدام. يوم اجى القصر يقول والله بين قصر الحكم وعسكر مواجف وسيارات. وهو يدخل سيارته بوسط المواجف ويوجفه وينفض شماغه عن الغبار. يوم قال والله يجون 200 عند باب القصر العسكر. سلم على كاثنين منهم قال ابي لي واحد اسمه شيحان منكم وانا والله ما اعرفه. قالوا شيحان هالولد ها. هو يتم عليه ويسلم عليه. قال معي لك رساله من امك من حايل. ويقلب يده ويروح لوليته قال معي تنكه التمر من رساله امك من حايل. هو ياخذ التنكه ويفك غطاه ويحطه عند الدلال بغرفه الحراساي عند باب القصر. قلب يده وقال تروح معي؟ قال لا ما اقدر اروح معك، انا رجل انقل طلاب لما القلبان وشاهد اللي الرجل انقلهم 3 ايام ولا اقدر اقعد ولا دقيقه، انا مهمتي هاتنكه ووصله. يا عدل يا ابن الحلال. قال ابد والله ما اقعد ولا دقيقه واحده. قال لحظه يا جل بكتب خطاب لامي لا صار انك رايح ولا انت قاعد بكيفك. خذ ورقه وزرف كتب انطرف حنا طيبين وبعافيه واليوم انا جيت الاجازه ان شاء الله جيناكم. اما اتركت اللي ارسلتي لنا وش اسمه؟ قال اسمي سعود الصعيدي. اتركت اللي ارسلتي لنا مع سعود الصعيدي جابه لنا بالكويت. خذ الخطاب وهو يطلع قبله معه كزفلت يقضبه يتجه بس على اتجاه السعوديه. يقول يوم اقبلت لمر اللوحه توديه على الرقعي. يقول والله العسكري يشر بيني وبين المركز حوالي 50 كيلو. وين يروح الخط؟ قال يروح للرقعي. ابي معك اركب. يقول له العسكري. قال اركب. ويركب معه وسك الباب. قال عاد سعود انا والله ما ادري عن اخوياك قال هالمركز اللي قدام، انا جبت لي غنم ونزلت هنا عند الدلال من النعيريه ولا معي جواز ولا معي استماره ولا معي رخصه ولا. قال والله لا هم اخويا لي ولا والله اعرفهم حتى العرف. انا ادور لي رجال نطلبوا دراهم ويمكن انه مذكور لي بهالمركز وبنشد عنه كان هو، واما انا اخويا لي والله ما هم اخويا لي. يقول هو يلتفت مع القزازه راعي للموتر ما ابو السبير وهالبرميليه مربوطه بي موتر بدو. يقول مشيت انا وياه وقلت تحت الله وبين يديه. يقول يوم جينا على حد المظله
بالمركز. يقول قال قدم شوي قدم شوي قدم شوي. يقول أول هالماسورة اللي عندها العسكري اللي لا خلصت السيارة فتح الماسورة وتطلع. أنت وينك يكفره؟ يقول وانا امشي لما توسطت من وسط المظله قال لا نبي ننشدها العسكري، خلاك قريب لها العسكري نبي ننشده. يقول وانا الز السياره لما جيت الصدام عند الماسوره. يقول هو يشير له هاللون بيده، يقول هو يرفع الماسوره قال مع السلامه يا ابن اخي، انا رئيس هالمركز من هالحين اللي ابى اسرها الحزه، والله ما تلقى اللي ينشدك وانا معك. قال كثر خيرك. يقول وانا امشي على الحفر، يقول وانا استصف عند اربليني قالوا سند البيبي اما تجي باب مركوز على ايمن الخط باب فرت 56. انا والله خبر انا اخذت بكديري حوالي 3 سنين، واللي جيت الباب محفور له مدفون باب فرت 56 تيامن من عنده هذا خط لينه. المهم مشى من حفر الباطن على الوصف اللي ما طب حايل. يوم طب لما ربوه محطة جديدة توه شغالة لها 4 أو 5 يوم. لما راها الجبة يجون 10 جوب يعبون يروحوا الجبة قبل الخط وقبل الاسفلت، ياخذونك الحين يومين ويوم وليلة ما وصلوا نفوت. قال تبوا الجبة؟ قال نعم. قال هالخط الفلجة. قالوا عطنا اياه، كل يحب انه يقضي لزومه، مرة كل يغليه وكل منطقته حقه. خذوا الخطاب معهم ومشوا الجبة. ويوم مروا وتقهووا عنده قالوا هالخط من ولدس. قالت والله عاد اللوم على هلي اللي ما قرونا ولا درسونا، لكن شقوه راعوا وش مذكورون به. يوم شقوا الظرف قالت قبل ما تقرون راعوا سملوا من يوم. شوف من ذكاء. وعدوا له قالوا والليله هنروحي هذه لو 6 ليال. هم يقرونه من طرف انا طيب وبعافيه وبيت تسامحين وتحلين وتنكت اللي رسلتي لنا مع سعود الصعيدي جابه بالكويت. وهي تصفق يدي بيد قالت هذا هو اللي اداه، ولا له خويه، ولكن انا هو ولا اسمع به ولا اعرفه ولا ابغى يعرفن على نفسه، ولكن لو هاني لي دارت انه سعود الصعيدي ابي اراعي له هك اللحظه انا منغثه وباشة عشان ولدي، لكن لو ندارت انه سعود الصعيدي كان مراعيت له بعيون قلبي لاجل ما انساه، وانا هك الساعه عيون قلبي مشتغله ما هن يمه ما شفت له بعيوني وهذول ما يقطعنا القرب. قالت راتب اللي لا شرود ولا عزم، منو تلي راتبها ما ينام، خشمها ما ابو نفس بس الرقوم، زاهيات مثل بالبنت الوشام، حلو زولها مع رهاريها الحزوم، مخها زيت والاخرز بعظام، للصعيدي كاش من كل العلوم، طيب قلبه خف نفسه واحترام، ابو صالح منو تلي له لزوم، منو تل مقصر ومنوة من نظام، ابو صالح ما ينبه بمعلوم، ياخذ المفتاح ويرتبه شمام، يجعلك تلحق هواها كل يوم، ويجعلك عمرك جديد كل عام. ما ادري ايش تقول فكك الله من الحوادث والصدوم، وفكك الله ما ادري ايش تقول من كسر شاصينه واللحام. ما رجاله مع مواجبها تقوم، ولا يقوم القصر لساسه هدام، وبشرنا المرق لطيب العزوم، للي يبيه مثل لمبات الظلام. والولد ما ينومس وزين الهدوم، ما يتنومس كود فعله ويا سلام، وما كر العزبان ما يفرخ رخوم، وما كر العزبان ما يفرخ حمام. هذا حد اللي نعرف منه، وهي اطول من هذا. وانتهت قصة فلقة والصعيدي.